ومرحبا بكم معايا في حلقه جديده من قناه مطبخ سكينه حسني. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم البريوات بحشوه لذيذه بزاف وكتجي رائعه. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديال هاد البريوات. بالنسبه لهاد البريوات هادو غادي نحتاجوا المقادير اللي كتشوفوا معايا دابا. اول حاجه هي الكفته او اللحم المفروم، غنحتاج واحد الكميه تقريبا واحد 250 غرام. الاخوات يمكن لهم يستعملوا اكثر من هذه الكميه، يمكن لهم يديروا اقل، ما كاين حتى مشكل. غنحتاج هنا واحد الحبه ديال الفلفله، خديت انا هذا اللون البرتقالي هذا، يمكن لكم نتوما تستعملوا اللون الاحمر الاصفر كيف ما بغيتوا، يعني اي فلفله عندكم في الدار متواجده يمكن لكم تستعملوها. عندي هنا شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين. عندي هنا بصله وحده مشلضه قطعتها قطع مربعه بهذا الشكل. عندي هنا صلصه الصوجا. بالنسبه للتوابل غنحتاج الفلفل الاحمر او التحميره، غادي نحتاج سودانيه، واحد السودانيه كتبقى حسب الرغبه يمكن لكم تستغناو عليها. وغنحتاج هنا الفلفل الاسود او الابزار، وغنحتاج المليحه. وهنا غادي نحتاج شويه ديال الشعريه الصينيه اللي سبق ليا ودرتها في الماء طايب تقريبا واحد 5 دقائق على ما كتطلق راسها. وهنا غنحتاج الورقه ديال البسطيله، والورقه ديال البسطيله راه صيبتها معكم في واحد الفيديو، غتلقاو الرابط ديالها اسفل الفيديو. نبداو في تحضير البريوات ديالنا على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها وهي الحشوه. كناخذ واحد المقله باش غادي نحضروا فيها الحشوه ديالنا، كنوضعوها فوق النار، نضيفوا عليها واحد شويه من زيت الزيتون والزيت النباتيه، تقريبا واحد 3 د المعالق كبار. كنوضعوا فيها البصله ديالنا، نضيفوا عليها داك الفلفله، ونحركوا هذا الخليط مزيان، ونخليو هاد البصله هذه تتشحر لينا مزيان هي والفلفله وترجع ذهبيه. صافي من بعد ما تشحرات ليا داك البصله والفلفله مزيان ورجع اللون ديالها ذهبي، دابا غادي نضيفوا عليها اللحم المفروم او الكفته ديالنا. يمكن لكم تعوضوها بالكفته ديال صدر الدجاج، يمكن لكم تعوضوها باي حاجه، ما كاين حتى مشكل، يعني حشوه كتبقى اختياريه. وغادي نضيف شويه ديال القزبر ومعدنوس، وغنضيف التوابل اللي ذكرت لكم من قبل، الملحه، الابزار، التحميره والسودانيه. كنوضعهم فوق اللحم المفروم ديالي او الكفته باش كتشرب ليا كاع داك العطريه، وكنخلط بهذه الطريقه هذه مزيان. وكتبقى لينا الشعريه الصينيه حتى الاخير عاد كنضيفوها حتى كطيب لينا هذه الحشوه، وكنبغيو نطفيو عليها النار عاد نضيفو عليها الشعريه الصينيه. كنحاولوا نخلطوا مزيان صافي، وغادي نخليها حتى تشحر مزيان وندوزو ان شاء الله. الكفته والبصله ديالي والفلفله من بعد ما بدات كتشحر هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا، دابا غادي نضيف عليها شويه من صلصه الصوجا، تقريبا واحد المعلقه صغيره. وهاد صلصه الصوجا يعني كذلك حتى هي كتبقى اختياريه، يمكن لكم تستغناو عليها. وكنحركوا مزيان الحشوه ديالنا، ضروري مع هاد الحشوه انها تنشف مزيان من داك الماء ديالها باش ما تقطع ليناش الورقه ديال البريوه.
صافي. وفي الاخير كنضيفوا داك الشعريه الصينيه ديالنا من بعد ما قطعناها طريفات صغار. وغادي نحركو بهذه الطريقه حتى كتجانس لينا داك الحشوه مع الشعريه. صافي الحشوه ديالي ها هي واجده. دابا غادي نطفي عليها العافيه وغادي نخليها حتى تبرد مزيان وعاد نعمر بها البريوات ديالي ان شاء الله. غادي نبداو ان شاء الله في التعميره ديال البريوات ديالنا. اول حاجه كناخذوا الورقه ديال البسطيله ديالنا كنطويوها على جوج بهذا الشكل هذا. كناخذوا واحد المقص وكنحاولوا نقطعوها في النصف، يعني تجي على شكل نصف دائره بهذه الطريقه هذه. كنحطوا الورقه ديالنا. كناخذوا هنا درت شويه ديال الزبده والزيت، يعني الزبده دايبه درت معها شويه ديال زيت نباتيه باش غادي نبدا ندهن الورقه ديالي باش ما تيبش. غير شويه بهذه الطريقه. كناخذ شويه من الحشوه ديالي كنوضعها هاد الجنب هذا. كنطوي هاد الجنب هذا اللي كيكون داير كنطويه هكا بهاد الطريقه. كنحاول هاد القنت هذا كنجيبو لهنا بهاد الطريقه وكنعاود نهز هاد القنت هذا ونجيبو لهاد الجهه هذه ونعاود نجيب هاد الراس هذا لهاد الجهه ونعاود نجيب هاد الراس هذا لهاد الجهه. صافي. وغادي نحيد الجنيبات بحال هكا غير من الطرف غنحيدهم وكندهن بشويه ديال الزبده والزيت وكندخل هذاك الطريف اللي بقى زايد كنحاول ندخلو لداخل. صافي. وها البريوه ديالنا واجده. كناخذ واحد البلاطو كنستفوه فيها. نعاود نشرح لكم في ورقه اخرى باش تحاولوا تفهموا مزيان، حيت بزاف ديال الاخوات طلبوا مني يعني الطريقه ديال الطي ديال الورقه البسطيله او عفوا الورقه ديال البريوات. وهذا الفيديو يعني درتو خصيصا للاخوات اللي طلبوا مني يعني الطريقه ديال الطي ديال البريوه. كنهزوا الحشوه ديالنا كنوضعوها في هذا الجانب هذا الفوق. كنهزوا هاد الجهه اللي دايره يعني هذا النص هذا اللي داير كنهزوه نطويوه بهذه الطريقه. كناخذوا هذا القنت هذا كنجيبوه يكون جاي متساوي مع هذا. كنهزوا هذا الراس هذا ونقلبوه لهاد الجهه وكذلك هذا الراس هذا نقلبوه هاد الجهه وحنا غاديين حتى كتطوى لينا البريوه ديالنا. نحيدوا هاد الجناب هادو غادي ندهنوا بشويه ديال الزبده والزيت. صافي. وغندخلوا داك الطرف كندخلوه لداخل باش ما كتحلش لينا البريوه ديالنا. صافي. وها هي البريوه ديالنا. كنتمنى يعني تكونوا شفتوا الطريقه ديال الشرح مزيان. صافي. وكنستمر على هذه العمليه حتى كنكمل كاع الورقه اللي عندي. صافي. من بعد ما انتهيت يعني من الحشوه ديال البريوات ديالي كلهم دابا غادي ندخلهم للفران اللي سبق ليا وسخنته من قبل. انا كنفضل انني نديرهم في الفران لانهم يعني صحيا كيكونوا احسن من هذوك ديال القل يعني كيهزوا الزيت بزاف. ويعني في هذا الشهر رمضان الكريم ما كنحتاجوش اننا نديروا الاكلات اللي كتكون طايبه في الزيت بزاف. فبذلك تعمدت انني نديرهم في الفران. غادي ندخلهم دابا يطيبوا مزيان وغادي نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. البريوات ديالي هما من بعد ما وجدوا كيجيو بهذا الشكل هذا.
كنقدمهم لكم بالصحه والراحه. كنتمنى منكم تجربوهم لانهم فعلا كيجيو رائعين رائعين. وهاد الطريقه يعني ديال انكم طيبوهم في الفران فهي افضل وافضل على انكم تقليوهم في الزيت. الا عجبتكم الحلقه ديالي ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناه، كذلك الضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد وصفاتي. والى الملتقى ان شاء الله.